يلا انت بترجعي ورا ليه يا بت؟ ده ابويا وامي. طب وايه يعني ابوك وامك؟ كنت فاكر اجيب ابويا وامي انا ولا ايه؟ ازاي يعني؟ زي السكر في الشاي، ابوك وامك هاكل القوطه والبتاع. يلا ايه يا حاج؟ في رعايه الله يا حاج. خلاص يابا مستنيك. مين اللي معاك؟ امي. طب ما جبتش اخواتي ليه؟ طب مش مهم، كفايه عليا انت وامي يا حاج. طيب انا بالظبط نص ساعه واجي لك عند المحطه. لا اوعى تركب تاكس، انا جاي لك. ماشي ماشي سلام. ايه؟ ابويا وامي جايين. جايين دلوقتي؟ دلوقتي؟ جايين. ده انا رايح اجيبهم على المحطه. بنت حلال مصفي. ده البانيه بالخلطه اللي انا بحبها. ما هو بص، ما هو هستنى هقول لك على حاجه. بص بس البانيه ده مش هيكفي، هتخش على التلاجة. حلو. انزلي عند محمد اللي تحتينا، افتحي التلاجة، دي جارتنا حبيبتنا، طلعي منها الفراخ والبط مع البانيه واعملي محشي. صلي على النبي، صلي على النبي. ابوك وامك مش هيقدروا ياكلوا الكلام ده كله. مين قال لي كده؟ ابويا ياكل جمل يا عم. لا والله ابوك بياخد علاج والكلام ده كله، والكوليسترول بقى وحاجات ياما. كوليسترول ايه بس؟ تفهم اكتر مني، ده ابويا ده متربى على الزبده. اسمع مني بس، البانيه ده يا اخويا على قد انا وانت والعيال، اصل انا ما كنتش عارفه ان امك جايه. ارمي البانيه وطلعي البط. البط ايه يا ابني؟ بط ايه؟ امك هتقدر تاكل البط؟ الناس الكبيره دي انا عارفه بتاكل ايه. يا بنتي حتى لو مش هياكلوا مالكيش فيه، لازم نعمل السفره قدامهم. يا عم اسمع مني، انا عارفه الناس دي عارف طبق المش اللي عندي في الثلاجه هيخلي امك تزغرط، يعني هيخلي ابوك مش قادر يقعد على بعض. يعني انا ابويا ياكل مش؟ اسمع بس، هو المش حاجه عيب ولا حاجه وحشه؟ ده يعني اقول لك ايه، استاكوزا يا ابني بالنسبه لهم، استاكوزا بالنسبه له. شايفه كده؟ شويه المش وفي عودين جرجير وفي ايه تاني، في كم واحده طماطم. بقول لك ايه، اقسم بالله الاكله دي هتعجبهم بطريقه مش قادره اقول لك. ده كده؟ مش هيجي معاهم البط والكلام ده عشان تعبانين وبياخدوا عليك. ماشي يا هدى، تعملي اول ما اروح اجيبهم واجي. ماشي يلا. تخافش، هظبط لك صينيه خفيفه على المعده. نورت يا حمايه. خش خش يا ست الكل. اي حبيبي. تعال الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عاملين ايه يا جماعه؟ والله العظيم لكم وحش. ربنا يخليك يا حبيبي. 5 دقايق 1 2 3 4 5 اخش اجيب صينيه الاكل. وهدى فين؟ ده هدى عامله لك شويه اكل يا قسما بالله انا اول مره اشوفه في بيتي. انت عامل عزومه كبيره ولا ايه؟ وانتوا قليلين ولا ايه؟ انتوا احلى ناس في حياتي. ربنا ما يحرمنا منك يا حبيبي. ادوني بالظبط 5 دقايق اخش اجيب هدى من شعرها، قصدي اجيب هدى قصدي من جوه، اسف معلش. اجيب هدى مش مركز كده. انا من الفرحه اللي هتحصل دلوقتي البيت هيشقلب. عن اذنكم بارك الله فيكم. طول عمره دمه خفيف حسين. فرحان لما شافني. هدى يا قلبي. ايه؟ ابويا وامي جم بره. لسه الاكل؟ بص بقى، بص شويه الجرجير العسل دول هيروقوا. ماشي، ابويا كده بيحب الجرجير. هيروقوا عليهم. تمام. والطماطميتين انا ما كترتش في الطماطم عشان يا دوبك عشان المعده، انا عارفه ابويا اصل بيتعب بسرعه. ثواني بس اتكلم بس. اولا دي منظر صينيه اطلعها قدام ابويا وامي اللي بقالهم 45 سنه ما دخلوش بيتي. يا عم صلي على النبي في قلبك، ده ابوك وامك يعني مش حد غريب، يعني مننا فينا، احنا نعمله كده مع الغرب اللي جاي لنا اول مره بتاع، لكن دول مننا فينا عادي يعني. النبي عربي يعني يا حسين، النبي عربي يا حبيبي. خد يابا كده ايه العيش هجيبه لك من بره. ايه ده؟ استنى ابوك انا عارفه ابوك بيحب العيش المفقع. فقع. بص الرغيف يا لهوي هيقعد يقرشه حاف، هتشوف. لا كتر خيرك. هتشوف. كتر خيرك. طيب امسك كده هدى. هات الاكل بره عشان كمان بالمره السلامه عليهم. هما جم كمان؟ انا بقول لك جبتهم. يلا يا حبيبتي. طيب. يلا يا بنت الرسول تعالي. يلا يا اخويا. يلا. انت بترجعي ورا ليه يا بت؟ ده ابويا وامي. طب وايه يعني ابوك وامك؟ كنت فاكر اجيب ابويا وامي انا ولا ايه؟ ازاي يعني؟ زي السكر في الشاي، ابوك وامك هاكل القوطه والبتاع. يلا اطلعي قدام. ايه اللي بيحصل ده يا حاجه؟ مش عارفه. التخبط اللي جوه دي مش عارفه والله. بينه يضربها. ماما شوف. استنى اقعد مالناش دعوه، هم مع بعض ما تتدخلش. ابقى قاعد كده ماليش عازه. طب اهدى بس الدنيا كده. بتخرب جوه يا حاجه. طب اصبر يا حسين الم الاكل طيب واجي وراك. لم بسرعه. استنى طيب. لمي قسما بالله هينك. حطي منور يا عم عادل. هو في ايه بالظبط؟ قربي يا بت. بسم الله يلا. العيش المكسور والاكل اللي عليه شعر والصينيه المكسوره. هو ايه يا ابني؟ هو في ايه يا ابني؟ ولا ايه اللي انت عامله؟ انا جايبك اهينك واهينك واهين بنتك قدامك. ده ابويا وامي. ابوك وامي. ليه يا ابني كده؟ هو انتوا اغلى من ابويا وامي؟ لا طبعا. لا يا ابني. بس ليه تعمل كده؟ وايه اللي انت عامله ده؟ وايه الشعر اللي في ايه القرف ده؟ انا عمري ما زعلتك. بس اقول لهم
ولا تقول لهم انتي؟ تقول ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. حلو، صلي على النبي يا عم عادل. عليه الصلاه في والسلام. مره دخلت بيتي ما عملتش معاك الصح. لا كل الكرم وكل الاخلاق وبحكي عنه وانت حاضر وانت غايب، حد يا ابني سمعك حاجه؟ في مره سمعت عني انا هنت بنتك ولا ضربتها ولا طردتها بره الشقه؟ لا يا ابني لا. ابدا، ده انت طول عمرك دهب ولابسه في صينة. ايديها أيوة. لبس واحلى لبس، اكل واحلى اكل، شرب، وكل التلاجه مليانه. ايوه. اخش لها المطبخ النهارده اقول لها يا بنت الاصول ابويا وامي جايين، قصدي عليكم انتوا الاثنين. قلت عاملاها مفاجاه، طلعي كل اللي عندك، وعامله بانيه في المطبخ، بانيه حله بانيه، وطلعي البط وانزلي عند محمد ده الاكل بتاعنا اللي في الفريزر. تقول لي لا، في حته جبنه ومش لابوك وامك، انا تعبانه، ده الاكل ده بتاع عيالي. اكل مين بتاع عيالها يا عم عادل؟ ابوك وامك انت؟ هي بتصرف على بيتي. طب يا ابني بالراحه بالراحه ايه يا عم؟ طب بالراحه يا ابني عشان افهم. هي بتصرف عليا. بالعصبيه دي انا مش عارف افهم. حبيبي ايه ده؟ لازم اتعصب. طبعا. اما احس ان البنت اللي انا متجوزها بقى 4 سنين، اهلي داخلين بيتي اللي بقى لهم 7 سنين ما دخلوش، وتقول لي لا ياكلوا جبنه وعيش. يعني ايه ياكلوا جبنه وعيش؟ بنت اللي عملت كده؟ يا اسطى انا عيل قدام اهلي. انت عملت كده يا هدى؟ انا كنت ما قاليش يا بابا، مش عارفه هو علف ولا ما علفش؟ رد عليا. نهار اسود. هو قال لي ابويا وامي جايين. وانا قلت له ان هما يعني ناس كبار، مش هيجي معاهم الله، وابوك وامك الصغيرين. انا قلت له دول ناس كبار هياكلوا جبنه قديمه وهياكلوا مش يعني ايه التربيه دي؟ التربيه دي انا ربطها لي. ربيها كده. لا يا بابا. طب مين وزفت مين؟ تخليني قدام ابني عيل صغير. لا يا بابا والله مش قصدي، والله اوعى يا ايدك. بابا والنبي مش قصدي. اوعى ايدك. انت عايز اطرد؟ اقعد يا عم هذا عشان اكمل كده بعد اذنك. اقعد بس بعد النهارده. اقعد بقى ما تعصبنيش. اقعد عشان ما يتعصبش. جايين ضيوف الدنيا بتخرب. خلاص يا بابا مش عارف لسه فيها تاني. قول يا ابني احكي كمل. انا ضغط تعال. عالي. يا بابا. ما تزعلش يا حسين يا ابني، الله يبارك لك. قول لي يا ابني ما تخلينيش قاعد ساكت زي الحمار. هيقول ايه اكتر من كده؟ ما تهدى، انتوا الاتنين متعصبين صلى على ليه؟ النبي. عليه الصلاه والسلام. هتلمي هدومك ايوه مش عارفين وتخشي نقول. تلبسي اوسخ عبايه في الدولاب استغفر الله العظيم. وهتمشي بقى مع ابوك، وقسما بالله ولا ذهب ولا هدوم هتطلع من شقتي، يا اما هلم الحته والمنطقه، وانت عارف انا في الحته محبوب، اقف في البلكونه بقى في خناقه يا ناس، الشارع هيتلم كله، هتلمي اوسخ انت عبايه تلبسيها مبسوطه باللي وصلت له. وتنزلي مع عمك ومع خربتي أبوك. ايدي الموضوع مش بيتك. مستاهل ده كله. وعيالك تنسيهم. الموضوع مش مستاهل اما يا عادل بابا. زي ما حطيت ايدي في ايدك كده واتجوزتها بنتك طارق، نسبكم ما يشرفنيش، انت ناس عره. واقول لك حاجه تاني، قسما بالله ما في لبس. تعالي يا بت، يلا يا راجل، انت يا راجل، عيب يا حسين. يلا بار عيب. انا قلت لك هجيبهم عشان اهينهم. على فكره انا ماشي لان عندك حق، انا ماشي لان انت مش اللي هنتني، اللي عملت عليا. بنتك اللي جابت لك الاهانه. يلا يا عمتي اطلعي بره. حسابي معاك. يلا 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 خربتها وقعدت. يلا يلا. اطلع. والاسدال السنه انا جايبه لك تبعتهولي. يلا يا بت، اللي انت عايزه يا ابني من الحق. يلا. يا حسين اما تربي بنتك تبقى ابعت لي. عندك حق يا ابني. يلا يا عم حول الله. يلا. طبعا اللي حصل ده ان هو محرور على امه وابوه، ان هو قال لها انا عازم امي وابويا اعملي احسن ما عندك، لانه معتبر امها وابوها هما ام وابوه وكان بيعاملهم كويس. تيجي رد فعلها ان هي تجيب جبنه ومش وحاجات بايته وتقول له ايه ياكلهم. فطبعا كان رد فعله اللي انتوا شفتوه، وطبعا برضو الاب اتحرى، هما الاتنين رجاله قصاد بعض اتحروا. فانا عايزه رايكم في اللي حصل وطلقها. هل كان يديها فرصه تانية ولا يطلقها؟ انا ضغطي ارتفع. قولوا لي رايكم في الكومنتات، لا انا متاثره من الموضوع ده خالص.